بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. معاكم سارة. لأول مرة هتشوفيني أو هتشوفي القناة، تنزلي تحت الفيديو تشتركي وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل عشان أي فيديو إن شاء الله بعد كده أنزله يوصلك إشعار بيه على طول، فتقدري تتفرجي على الفيديو. كمان ما تنسينيش في لايك، عشان اللايك تفاعل بيرفع الفيديو يوصل البنات كلها، فالكل ان شاء الله يقدر ان هو يستفيد بالمعلومه. بصوا بقى، النهارده ان شاء الله باذن ربنا هقولك حركه لو زوجك عملها اثناء المباشره هتساعد على انتاج حيوانات منويه ذكريه كتير عشان حدوث الحمل في ولد ان شاء الله باذن ربنا. حاجه معينه لازما الزوج ان هو يعملها اثناء المباشره. بصوا، زي ما احنا بنهتم بالجانب بتاعنا لازم نهتم بالجانب بتاع الزوج، ولازم تعرفي النقطة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ لان انا في بنات كتير بتهتم بالجانب اللي هي يخصها وبترمي جانب الزوج. بصوا، اهم حاجة ان انت تقدري ان انت تفهميه الوضع كويس، تفهميه ان احنا بنبدأ ان احنا نجتهد ونعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا. لان في كتير بنات اشتكولي او قالولي ان ازواجتهم بيقولوا لهم دي حاجه بتاعت ربنا، او دي حاجه احنا ما بندخلش فيها، او بلاش الكلام ده، او الكلام ده مش صح او كده. فانت ابداي ان انت قولي له ان دي اجتهادات واحنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا والباقي على الله. وطبعا بالاسلوب الكويس والطريقه او المعامله الكويسه هو هيبدا ان هو يقتنع، او مره على مره الزن على الودان او مره من السحر. فانت لو مره على مره زنيتي عليه هو هيسمع لك ان شاء الله باذن ربنا. طيب ايه هو بقى الحركة اللي لو الزوج عملها ان شاء الله هتساعدك على الحمل في توأم ذكور او في ولد حسب ان شاء الله ارادة ربنا عز وجل. يلا بينا كده ونبدأ الفيديو. مبدئيا كده انا عايزاكم تصلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، قولوا عليه افضل الصلاه والسلام، ونزلي في تعليق اكتبي اي حاجه فيها ذكر الله، الا بذكر الله لتطمئن القلوب، وعشان كمان قعدتنا ناخده فيها حسنات. مبدئيا كده يا بنات، الحركه اللي لو زوجك يعملها وقت المباشره او وقت العلاقه هتساعدك على حدوث الحمل في ولد او توأم ذكور، هو ان لازما قبل العلاقه يعمل حاجات معينه. فاحنا هنتكلم قبل العلاقه وهنتكلم بعد العلاقه، وركزي بقى ماشي. اول حاجه قبل العلاقه احنا عايزين نمهد نفسنا كده قبل العلاقه، الزوج يعمل ايه وياخد ايه ويسوي ايه عشان حدوث الحمل في توأم ذكور او في ولد ان شاء الله باذن ربنا. اول حاجه قبل العلاقه لازم يعمل ايه؟ لازم ياخد فوار استلساستين. طب هتقولي ده بيعمل ايه؟ مبدئيا الفوار اللي هو استلساستين ده بيعمل إذابة في السائل المنوي. يعني في ناس بطبيعتها بيكون عندها تكتلات في السائل المنوي، ده ممكن تشوفيه بعينك. يعني انت لو تم القصف خارجي ممكن تشوفي بعينك الموضوع ده وتشوف فعلا في تكتلات ولا لا. هو بياخد ده سواء كان في تكتلات او ما فيش تكتلات، هو لازم ان هو ياخدها. ليه بقى؟ عشان الاذابه دي بتسرع من حيوانات المنويه الذكريه، او بتخليها تاخد راحتها في السرعه والحركه، فبتقدر ان هي تتحرك بسهوله. فلازم ياخد فوار استلساستين قبل المباشره بساعه. تمام؟ فوار استلساستين معاكي قبل المباشره من 6 ساعات لساعه، لا اقل من ساعه ولا اكتر من 6 ساعات. تمام كده؟ تمام كده. دي اول حاجه. تاني حاجه يكون بياخد فيتامين ه وحبوب الزنك، بس ده مش قبل العلاقه، ده يكون من قبلها بفتره، يعني من قبلها بشهر، اقل حاجه شهر واقصى حاجه شهرين، يكون بياخد فيتامين ه وحبوب الزنك. تمام؟ خصوصا بقى اليوم اللي هيحصل فيه المباشره ده يكون واخد منهم، ما يجيش ياخد بقى طول الفتره دي ويجي اليوم اللي هيحصل فيه المباشره وما ياخدش. لا، ده لازما هو ده اليوم اللي هو ايه، الليله يا عمده اللي لازما ياخد فيها الحاجات دي. فهو لازما ياخد الفوار استلساستين مع الفيتامين ه وحبوب الزنك. تمام كده؟ تمام كده. يبقى مش الاتنين مع بعض، هو ياخد مثلا حبوب الزنك الاول حبايه، بعدها بساعتين حبايه، والفوار قبل العلاقه ب6 ساعات. تمام؟ تمام. طيب نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. خلي بالك اثناء العلاقه ما يكونش فيه اي تفاعل منك. ازاي بقى؟ يعني ما يكونش فيه اي اثاره منك خالص، يعني انت تكوني بارده، تكوني حيطه. تمام؟ بالظبط كده. ليه بقى؟ لان انت لما تكوني بارده، سوري انا طبعا انتوا اخواتي وانا مش قصدي حاجه، انا بس بفهمك بوجه عام عشان تفهمي الوضع ايه. لان ممكن اتكلم بطريقه في ناس تكون يعني ايه بسيطه جدا ما تفهمنيش، وفي ناس ممكن البسيط انا بتكلم بطريقه البسيط هيفهمني، واللي
اللي هو متعلم ومثقف هيفهمني، فانا بتكلم بطريقه كل الناس تفهمني بيها. تمام. فانا دلوقتي عايزه اقولك ان انت لازم تكوني بارده جدا اثناء العلاقه. طب انا اكون بارده ازاي؟ سهي نفسك في اي حاجه، امسكي الموبايل، ابداي ان انت ما تشغليش نفسك بالعلاقه خالص، ما يكونش في مداعبه قبل العلاقه، عشان المداعبه دي ممكن تخليكي ان انت تكوني في حاله اثاره. تمام. فبلاش اي مداعبه قبل العلاقه نهائي. طيب الحاجه اللي بعد كده ايه؟ ان انت بقى الزوج هو اللي يكون في حاله الاثاره دي. تمام. يعني لازم الزوج يكون في حاله اثاره، او يكون عشان يعلو ماء الرجل على ماء المراه لازم انت تكوني في حاله برود وهو يكون في حاله اثاره. فلازم هو اللي يكون كده وانت اللي تكوني كده. تمام. طيب ده لو انت عايزه بنت يبقى العكس بقى، لو انت عايزه ولد يبقى كده، لو انت عايزه بنت يبقى العكس. وعلى فكره الطريقه دي انا قلتها للبنات كتير، لان الدكاتره بتقول لازم الزوجه هي اللي تكون في حاله اثاره عشان يتفرز عندها افرازات قلويه تساعد على جذب الحيوانات المنويه الذكريه. لا، اسمع مني، انا الطريقه دي بنات كتير جربوها وربنا كرمهم زي ما بقولك. طيب نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. لحظة العلاقة، الحركة اللي لازم الزوج يعملها عشان حدوث الحمل في ولد، ان العلاقة تكون بوضع السجود والقصف سريع. يعني ما نطولش في العلاقة، ما يعني بصوا 15 دقايق ومشي حالك وخلاص على كده. ليه بقى؟ لان كل ما تطولي في العلاقة ده بيكون غلط، او مش يعني مش حاجة كويسة ليكي. تمام. طيب تاني حاجة ان القصف يكون سريع، عشان القصف السريع بينتج عنه ان الحيوانات المنوية تجري بسرعة. تمام. وهي قصف مرة واحدة مش بتباطؤ، فتجري بسرعة وتكون البويضة موجودة فتلقح البويضة فيحصل الحمل في توأم ذكور او الحمل في ولد ان شاء الله بإذن ربنا. فانت خلي بالك من النقطة دي، مهمة جدا، ان لازم العلاقة تكون بسرعة، القصف سريع، العلاقة بوضعية السجود، ان يكون في إثارة من عند الزوج، يكون واخد الزنجبيل قبلها او القهوة، عشان الزنجبيل والقهوة بينشطوا حركة الحيوانات المنوية الذكرية. تمام. ويكون واخد قبلها فترة الحاجات اللي انا قلت عليها، وما يكونش في اي تفاعل منك. وحطي مغناطيس على البطن، الزقيه على البطن باي لزقه كده، الزقي مغناطيس عشان المغناطيس بيجذب حركه الحيوانات المنويه الذكريه، فتحطي مغناطيس على البطن. تمام. وتلزقيه باي لزقه عند الرحم، وتلزقيه باي لزقه، ده بيجذب الحيوانات المنويه الذكريه. بكده خلصت الفيديو بتاع النهارده، قلت لك المعلومه بتاعت النهارده. يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم كده. يا رب قدرت ان انا افيدكم بمعلومات تستفيدوا منها. يا احلى واغلى اخوات ليا في الدنيا، بحبكم من كل قلبي، بحبكم في الله. ربنا يجعل دايما وجودي معاكم سعاده ليكم، واقدر ان انا اكون بفيدكم بكل المعلومات اللي انتم بتحبوها والدكاتره ما بيقدروش ان هم يقولوها لكم، او بيزهقوكم عقبال ما يعرفوها لكم. فانا ربنا يقدرني ان شاء الله واكون معاكم ان شاء الله، وما اقصرش معاكم خالص في اي حاجه. اسيبكم في رعايه الله وحفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.